بس تفضلي. ما ودي انك ما دام انها قالت. السلام عليكم. ما ودي انك يا حنين اذا قدرتي. السلام عليكم. عليكم السلام. ما دام الاخت، فين الاخت؟ السلام. تفضلي يا اخت. أيوة. أيوة يا شيخ، أنا تكلمت مرة عن انتكاسة، بس مدري إيش هي انتكاسة، وقلت يعني إذا حسيتوا انتكاسة يعني تروشوا بمية الشذاب، بس ما أدري إيش هي انتكاسة. بس أنا يا شيخ حاسة الفترة هذه مرة يعني لما كنت أحط الصبغة أول كنت أتأثر، الحين مع الصبغة نادرا ما أتأثر، مع إني تجيني دوخة كذا على الساعة 11 ونص، تجيني دوخة مرة قوية يعني آخر راسي، لدرجة إني خلاص ما أقدر أفتح الكتاب مع ولدي ولا أقدر أسوي أي شيء، وتجلس معي كذا لحد 3 ساعات. البارح حطيت صورة الفلق كذا براسي والأذان، وحلمت إني حلمت كذا يعني كأني بجامع بنتي أو شي زي كذا يعني. وتعبت يعني جسمي كله قام ينتفض، جلست يعني طولت حد قريب الفجر، يعني كل مدة أقوم الليل بصوت البقرة يجي شي يهد حيلي بالليل ما أقدر أتحرك. ممتاز. هذا ما تدري من اللي انهد حيله؟ أيوة. من؟ العارض. الهد هو التصق روحه بروحك. سماها ابن القيم، أطلق عليها الأمراض الروحية، سماها الأنفس الخبيثة والروح الفاسدة. شوف كيف أطلق عليها ابن القيم هذا اللفظين، قال النفس الخبيثة والروح الفاسدة. هي تأخذ طيب. خلاص. اسمعيني، أنتم بعضكم يقول ليش ينهد حيلي؟ هذا المرض. أنتم عندما تفهمون بعض المصطلحات وتفهمون، تعرفون أنك أنت ماشية صح. هدة الحيل، هدة الحيل محمودة. إيش معنى محمودة؟ يعني أنت ماشية صح. المرض هذا كيف تخرجينه؟ إنك تهدينه، تضايقينه. وسبق وقلت لكم هذه المعلومة. أنت لو كنت في أيوة بس طب عائلة، يا شيخ اسمعيني يا أم رنا، لا أيوة. تقاطعوني، أيوة ما. ولا بد يكون عندنا احترام حتى طيب. أوصلك. أنت لو كنت في شقة ما كي مرتاحة تخرجين منها، صح؟ أيوة أكيد. العارض لن يخرج إلا عندما تجعلين هذا جسدك غير صالح أنه يسكنه، تضايقينه حتى يخرج هذا العارض من جسدك. لابد تفهمون هذه القاعدة. هدة الحيل، سبق قلت لكم 3 علامات: الحرارة، اللهم أذهب عنه حرها وبردها ووصبها. خلاص. إيش الوصب في اللغة؟ هو التعب، هذا دليل حسد وعين. الحرارة، بعض الأخوات تقول أحس جسمي يفور. برودة، الأخت اللي قالت برودة، أنا أطرافي باردة، هذه من علامات العين والحسد، فشيء جميل جدا. أما مسألة الانتكاسة بالعكس، أنا ما أشوف أنه عندك انتكاسة من منطوقك ومن كلامك، أنا ما أشوف فيه انتكاسة. أنا أشوفك أنك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ممتاز. طبعا. طيب الراس، طب يا شيخ راسي، طيب راسي يا شيخ، راسي يعني راسي يا شيخ كل آخر الليل كذا تجيني دوخة قوية ما أقدر، يعني آخر راسي أقرأ. قلت لي علي أقري هذه اللي اللهم صلت علي من لا ممتاز. يخافك فيني ولا يرحمني، والله واجعلنا بينك وبين الذين إذا لا قرأت واجعلنا بينك القرآن وبين الذين جعلنا لا. بينك وبين الذين لا أي- يؤمنون. أيوه. أيوة أقراها يا شيخ، بس ما يخف التعب، يظل التعب مرة طيب. يعني معايا طيب ممتاز. مستمر. أنا بأعطيكم معلومة عشان تستفيدون منها. أنت إذا أصابك، بس لا تقاطعين لو سمحتي عشان أوصل المعلومة. أنت إذا جاك التهاب في سنك، تروحين عند الطبيبة وتشل ليش؟ الأعصاب، ويذهب إيش؟ ويذهب هذا الألم. هذه نسميها الأمراض العضوية. المرض الروحي يختلف عشان تفرقون. أبغى المعلومة هذه تستفيدون. المرض الروحي بينك وبينه صراع، كلما شديت عليه زاد، لكن يحصل مرحلة يسمونها مرحلة الخمود، يخمد هذا المرض. فعندما كثير من الأخوات تقول أنا انهد، أنا زاد الألم، هذا هو العارض يبغاك توقفين. زي الشخص اللي يقصف الحروب الآن، ما هو يقصف الشخص الثاني عشان يوقف والثاني يزيده. هذا هو، افهموها. ما هو زي انك تاخذ مسكن. المرض العضوي افصلوها عشان تعرفون. المرض العضوي يختلف عن المرض الروحي. المرض الروحي يبدأ يضغط عليك علشانك يلجمك وتوقف، لأنه ستقضي عليه. إذن هو يقول أنا بخليك
بقعد اقاومك عشان ما تقضي علي وتخرج لي. الالم مع الاستمرار بيقعد مؤشره يزول، يعني ينقص حتى من السنه اللي فاتت. قد يكون عندك طريقه الرقيه غلط. لا انا اتكلم يوم بديتي تطبقين بعض الامور، في عندك اشكاليه. سنه مفترض، لا فيك سنه خلاص المفروض لا انك يعني الحمد لله تحسنت، ما أقولك ما تحسنت، لا الحمد لله تحسنت شي كثير مرة يعني، تحسنت بالمرة، بس إني يعني لحد الحين يعني تحسنتي أنا بنسبه ممتاز، بنسبه كم؟ في والله نسبة 80% بالمرة تحسنت بالمرة. خلاص انت قلتيها بلساني. بعدين افهموا قاعده عشان تعرفونها في الامراض الروحيه. ترى احيانا المرض الروحي انك تستطيع انك تسوي له زي الايقاف، توقفه. تعيش معنا يعني في حالات عندنا في سرطان ما شافهم الله، بس ما شاء الله طبيا قالوا انت خلال سنتين تموت. الان لهم 6 سنوات. انا اعرف اناس عندهم سرطان قال له الطبيب ترى انت في رمضان، شوف رمضان المنصرم، قال أنت وفاتك لن تتجاوز رمضان. طبعا هو الطبيب حتى كان قال حنا طبيا تقدير الموت بيد الله جل في علاه. ترني قابلته يعني الفترة الماضية بعد عيد الحج وسلمت عليه، ودائما هو يسألني وش أسوي. تدرون أنه بدأ يتحسن نوعا ما، بس جالس يقاوم هذا المرض، وكل ما أخذ الأثر، كل ما أعطيناه أثر يتحسن. يقول أنا والله كل ما أخذت الأثر كما قلت لي يا فارس التفسير بديت أتحسن. والطبيب يقول في استجابة، ثم يقول أرجع مثلا أتقدم 5 خطوات ثم أرجع 2 خطوات وأخذ أثر. فلذلك أحيانا ترى العلاج أو الرقية أقل ما فيها أنه ما تخلي المرض عندك إيش تتسع دائرته، أو ينتقل من مرض روحي إلى مرض عضوي. فهمتيني؟ أيوة أنا إذا شيخ إذا تعبت، إذا شفت نفسي خلاص ما قدرت يعني أقاوم زي كذا، بس أستمر على سورة البقرة والصفات، يعني أقل شي أنا أسويه. يعني أحيانا تجيني أوقات ما أقدر أسوي شي، يعني حتى بيتي ما أقدر أقوم فيه، حتى عيالي ما أقدر الكتب ما أقدر أفتحها، بس أتمسك بالأذكار وسورة البقرة والصفات، هذه يعني أقل شي أتمسك فيها. حتى لو وصلتوا إلى مرحلة ما تستطيعون تكتفون بسورة الفاتحة، طبعا إيش أقول لكم، الفاتحة ليس اكتفاء، وإنما هي الفاتحة كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. استمر يا أم رنا. أنا أشوفك أنت قلتيها بلسانك تحسنت 80%، بإذن الله تصلين إلى كم؟ بقي 20%. طيب يا شيخ حلم صغير ممكن؟ حلم صغير. شيخ حلمت إني أشوف إن أختي من أبويا، أشوف كأنها بحارة مهجورة كذا قديمة، وأشوف إنها تأشر لي على عمارة قديمة، على عمارة كذا كبيرة 4 أدوار 5 أدوار، لكن الحي اللي حنا فيه زي المهجور كذا مظلم يعني مظلم، وكأنها تمسكني وتمسك يدي وتأشر لي على العمارة البعيدة ذي كذا 4 أدوار 5 أدوار. متزوجة أنت ها؟ أي متزوجة. أنت وضعك وعلاقتك مع زوجك فيها مشكلة؟ أيوة. فيه هجران يعني ولا إيش؟ ولا جفاء؟ أيه. هو الفترة الأخيرة صراحة يعني في البداية كنت لما يعني أنام معه زي كذا أبكي، يعني بعد ما أنام وكذا أصيح، يعني ما، والفترة هذه مع العلاج أحس صاير فتور بالمرة ومشاكل بزيادة يعني، بس أنا عادي يعني، يعني كذا ما أحس باتجاهه بأي شيء. وهجران بينكم؟ لا يعني مو هذاك هجراني مرة، لا الحمد لله، يعني يمكن طيب في أول زمان، ها؟ يمكن زمان أول كان ويمكن ما حين طيب. لا. طيب الذي يظهر لي انه في ما زالت عندك مشكله لها علاقه بالزوج، قد يكون انت تعانين، لكن ان شاء الله باذن الله ستزول هذا الامر. طب أختي هذه إيش وضعها يا شيخ في اختك الحلم؟ رمز فقط، رمز هنا ما، لكن انا بسالك ما هو رمز، هي راتها لك، لكن ما هي راتها لك. أيوة. يعني طيب. هي مسكت يدي وأشرت لي على العمارة البعيدة. طيب ممتاز، لكن انا بسالك سؤال، هل انت رشيتي عتبه البيت عندك؟ أيوة الحمد لله، بس لي فترة كذا رشتها وش أرشها. حصل؟ وش حصل؟ والله الصراحة زوجي تحسه تعبان، زوجي كل ما رشيتي تعب؟ يعني هو مع معدات، قلت لك من يوم استخدمت العسل وهذا تعبان بالمرة، حتى يقول يعني ما في حيل وزي كذا، مع إنه هو ما يبغى يستخدم رقية ولا زي كذا، ولا حتى صلاته في البيت وزي كذا. بس لمن هاي رشات العتبة حسيت يعني عيالي، حسيت يعني كانوا يصلون، يعني أحسهم أحسن من أول. ممتاز بس ممتاز. زوجي هو الوحيد يعني هو تعبان، بس تحسه هو تعبان. بعد التعب هذا الشفاء، بعد التعب خذوها،
بعد التعب هذا شفاء بحول الله وقوته. الله يعافيك. شكرا، يعطيك العافية.